السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وكمان يوم جديد. ان شاء الله نبدأ الفيديو، نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقبل ما نبدأ الفيديو اعملوا لي بقى لايك حلو وكومنت كمان. من الناس حبيبتي قوي اللي بتعملي كومنتات دايما وانا بتابعها، وان شاء الله باذن الله ربنا يخليكم ليا. عايزه اقول لكم ان شاء الله الفترة الجاية، يعني انا الفترة الجاية باذن الله هصور فيديوهات حلوة قوي قوي وجديدة قوي قوي ان شاء الله. يعني بحضر لحاجة كويسة. لكن يعني هي بس انا التقصير مني في حق القناه، لانه بس الجو مش مساعدني. اول ما الجو يبدا يظبط كده والدنيا تبقى حلوه، الدنيا هتزهزه بقى، هتزهزه وتبقى زي الفل، وهنصور حاجات كتير وحاجات جديده، وان شاء الله هتنبسطوا قوي قوي من القناه الفتره الجايه. ان شاء الله خلال الفيديو ده هنعمل شويه حاجات حلوين، ونشجع بعض كده على الرجوع بقى للروتين والعوده بعد غياب. عايزه اقول لكم انا مش غايبه ولا حاجه، بس والله الجو مش مساعدني زي ما انا بقول لكم. يعني عندي شغف وعندي طاقه ان انا اشتغل وكده. لكن بجد يعني الجو صعب قوي. بس ان شاء الله هيبدا يتعدل، يعني على اول 9 كده باذن الله هنرجع بقى نصور فيديوهات كده حلوه بقى. بصوا فيديوهات حلوه حلوه يعني. المهم انا هنا ايه، ابتديت ان انا اعمل روتين في المطبخ. تمام، بقالي كتير قوي ما يعني عملتش روتين في المطبخ، وخصوصا الرخامات كلها تراب وزحمه، وعايزه ارتب الدنيا. لانه بعد ما جبت انا الخلاط والكبه والكلام ده، فانا مش عارفه احطهم ازاي ولا احط، يعني مش عارفه. فبقول لكم فكروا معايا، يعني انا اعمل ايه واشيل ايه واحط ايه مكان ايه. انتوا عارفين مطبخي وعارفينه مرصوص ازاي وعارفين كل حاجه فيه. فاللي عندها اي فكره ان انا يعني ارص الاجهزه دي ازاي، لانه بجد ابتدوا يخنقوني ومش عارفه احطهم ازاي، ولا ارصهم رصه حلوه تبان ان هي حلوه ومش ممله، وفي نفس الوقت كل حاجه تبقى قدامي. ليه انا بحب الرخامه بتبقى في عليها كل حاجه. يعني أنا ممكن اشيل الاجهزه جوه الظرف، بس انا من النوع اللي بحب كل حاجه تبقى قدامي علشان تبقى سهله عليا وانا بستخدم الحاجه. مش لسه هطلع واخرج الحاجه من الضرفه فاهمين؟ لا، كل حاجه تبقى قدامي. محتاجه الخلاط بستخدمه على طول، محتاجه مش عارف الكبه استخدمه على طول، محتاجه الكاتل، وهكذا. بعتذر طبعا عن يعني الطبقه بتاعت صوتي، لان انا بجد من ساعه ما رجعت من السفر وانا صوتي مش راضي يرجع زي ما كان. فمش عارفه، اخدت حاجات كتير، بس يعني ان شاء الله ايه مع الوقت هيرجع زي ما كان. قولوا لي بقى، مين بدأت بقى تنظيفة المدارس؟ ومين اشترت حاجات المدارس، ولا لسه اصلا ما بدأتوش، ولا ايه؟ ولا انا حاسه ان انا متأخرة؟ المدارس اصلا كل شويه، يعني كل شويه بينزلوا خبر ان هي بميعاد جديد، فعايزه اعرف الميعاد الاساسي للمدارس. وعايزه اعرف بقى اشتريتوا ايه ولسه، ولا ناويين على ايه؟ واللي عندها حاجه جديده اللي عندها حاجه قديمه هتجددها ازاي؟ واللي عندها اكتر من ابن هتعمل ايه؟ يعني هتدي مثلا الحاجات القديمه للعيل الصغير زي ما كنا بنعمل زمان ونظلمه معانا، ولا بتعملوا ايه؟ ولا بتشتروا لكل واحد جديد، ولا ايه بالظبط؟ عايزه افهم منكم بقى دماغكم، علشان انا معايا تيا السنه دي. معايا تيا السنه دي بسم الله ما شاء الله داخله كي جي 1، ونفسي اجيب لها كل حاجه جديده، بس في نفس الوقت حاجه هاندا قاعده لسه زي ما هي تقريبا. فاهمين؟ انا عندي هاندا من النوع اللي تحافظ على حاجتها قوي 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 قوي. يعني انت ممكن تشوفي حاجه هاندا تحس ان هي لسه ما استخدمتهاش اصلا، او استخدمتها فتره قصيره. بس في نفس الوقت مش عايزه اظلم تيا، وحابه ان انا اجيب لها الحاجه اللي هي يعني حابه شكلها. يعني مثلا هي بتحب الوان غير اللي بتحبها هاندا، تحب اشكال غير اللي بتحبها هاندا. فمش عارفه بصراحه اعمل ايه. فيعني ايه، دبروني في الموضوع ده، او اقنعها ازاي ان الحاجه دي جديده. بتعملوا ايه بقى؟ يعني مثلا مش عارفه هي، بس هي عارفه حاجه كل اختها، يعني عارفه كل حاجه بتاعت اختها هي عارفاها. يعني مثلا انا فكرت ان الشنطه بتاعتها اغسلها واحطها لها في شنطه حلوه كده، واكون جايه من اي مشوار من بره واقول لها ايه ده، بصي يا تيه اخترت لك ايه وكده. بس مش عارفه هي بقى تكتشف، بما انها بسم الله ما شاء الله برضو انا بناتي اذكياء قوي، يعني بسم الله ما شاء الله، هتكتشف بقى ولا ايه؟ انا مش عارفه. فمش عارفه اعمل ايه. انا كنت والله اللي هو كنت هشتري لها مثلا ايه، يعني كده كده اليونيفورم جديد، كده كده الشوز هجيبه لها جديد، كده كده الادوات بتاعتها ممكن اجيبها لها جديده طبعا. يعني مثلا في حاجات انا عندي كذا لانش بوكس بتوع هاندا، فكنت هدي لها واحده منهم مثلا. بس هو دايما انا جايه في اللي هو ايه، اشتري الهاندا الجديد واخلي الدير القديم.
بس ضميري مش عارفه، ضميري مش مستوعب الحته دي ومش عارفه، وخايفه هتزعل وكده يعني. ان شاء الله احنا نعمل فيديو احنا نازلين نجيب حاجه المدارس باذن الله. انا مش عايزه اتصدم بالاسعار، انا حاسه ان الاسعار السنه دي هتبقى عاليه قوي، معرفش ليه، مش عارفه ليه. هو طبعا ده طبيعي هتبقى غاليه قوي، بس انا يعني في تفكيري كده ان هي هتبقى اوفر قوي. فانا والله خايفه اتعرض اصلا للموقف ده. عايزه اقول لكم ان انا المحلات كلها نزلت شنط المدارس، ونزلت لبس المدارس، ونزلت الادوات وكل حاجه. وبل بالعكس انا كمان بشوف ناس كتير قوي او اولياء امور كتير قوي بيشتروا، وفي صحابي وكده بيقولوا لي احنا خلصنا. فباجي اسالهم عن الاسعار فبيقعدوا يقولوا لي ايه اتفاجئي انت بقى. فربنا يعني ايه يعين كل ولي امر على اولاده ان شاء الله. ربنا يقوي كل ولي امر وكل اب وكل ام، وكل ام يعني شايله مسؤوليه لوحدها دي خصوصا. ربنا يعينها ويقويها يا رب على على تربيه اولادها باذن الله، ويجعله في ميزان حسناتها طبعا. المهم ان عايزه اقول لكم على حاجه حلوه قوي. ال ال لا بجد عايزه اقول لكم على حاجه انا مخبياها كده في قلبي. ال ال الشعور العام والاحاسيس العامه بتاعت المدارس ودخول الشتاء والجو هيتغير، وهننام بدري وهنصحى من بدري، وهيبقى عندي وقت كتير فاضي فتره المدرسه اللي هي البنات لما بينزلوا المدرسه الصبح. والله ومليكوا عليا حلفان انه انا مبسوطه لها من دلوقتي. يعني عايزه اقول لكم انا مش متخيله هيبقى عندي اكتر من 7 ساعات فاضيين هعمل فيهم ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بصوا عايزه اقول لكم ان انا الوضع هيبقى متغير شويه. هيبقى متغير لان تيا هتنزل المدرسه، وهيبقى متغير لان انا هيبقى معايا ايلا. يعني انا ما جربتش الوضع ان انا يبقى معايا لسه بيبي في المدارس، لسه دي طبعا اول سنه. ف حاسه ان انا هبقى فاضيه بس مش فاضيه قوي، بس حاسه هيبقى عندي وقت اعمل حاجات كتير قوي، بس برضو الحاجات مش كتير قوي اللي انا في دماغي، فاهمين حاجه؟ فنفسي اخطط لها زي ما انا رسمه لها في دماغي، فاهمين؟ بس فان شاء الله يعني ايلا تطلع كده بنت ناس وحلوه ومؤدبه، وتسيب ماما كده ايه تعمل كل اللي في دماغها. مع العلم يعني ان هي ايه ابتدت تبقى شقيه قوي، وابتدت تبقى زنانه قوي. هي اول 6 شهور تقريبا ما كنتش بسمع صوتها خالص، وكانت بتبقى قاعده معايا زي النسمه. عارفين انتوا النسمه؟ عارفين نسمه الصيف اللي بتيجي كده في وقت حر قوي؟ هي دي كانت ايلا. انما لما ابتدت تكبر وتتفرعن عليا، عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه بفكر يعني، مش عارفه بفكر اعمل ايه او ما اعملش ايه. يعني افكر اعمل الحاجه قبلها 100,000 مره افكر فيها قبل ما ابدا فيها، علشان عارفه ان ايلا هتقطعها عليا ومش هتخليني اعمل اي حاجه. ولكن طبعا يعني هتبقى معايا ايلا، بس البنات هيبقوا في المدرسه، فدي حاجه بتخفف حاجه، فاهمين حاجه يعني؟ فدي حاجه بتخفف حاجه، او حاجه بتقطع من حاجه وتتوصل في حاجه تانية وكده. فان شاء الله يبقى يوم يعني دراسي لطيف وظريف باذن الله، والشتاء هتبقى حلوه والجو هيبقى جميل. يعني انا متخيله ومتوقعه وبتمنى هذا ان شاء الله. هنا بقى عايزه اقول لكم ان انا رغيت كتير قوي، بس انا وحشني والله الكلام معاكم. وان شاء الله زي ما بقول لكم يعني في فيديوهات حلوه قوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعه، لانه انا بقيت حاسه ان يعني مش عارفه اقول لكم ايه والله، بس ما علينا. يعني ان شاء الله في فيديوهات حلوه قوي هعملها وهشتغل كتير الفتره الجايه باذن الله، هذا وعد مني. كنت بعمل الغداء واسرع حاجه في التاريخ اللي هو تتبيله الفراخ العاديه، البصل والطماطم والفلفل والبهارات وفلفل اسود وفي الخلاط بقى. و اكون غسلت الفراخ كويس، وبعدين حطيت التتبيله ودخلتها في الاير فراير، يعني ما فيش ربع ساعه وباكل احلى فراخ مشويه. وعملت جنبها رز، بس للاسف الرز يعني عملت رز بسمتي كان خطير، بس الجزء بتاع الفيديو ده انا معرفش راح فين برضو. عايزه انضف الاستوديو بتاع الموبايل، عندي كميه صور وفيديوهات بجد تدخلني السجن.
والله تدخلني السجن. فعايزه انضفها، كتر خير الموبايل انه مستحمل معايا الكلام ده كله. فعايزه انضف الموضوع ده خالص وابدا على نظيف بقى. المهم هنا بقى كان عندي كنافه كانت متبقيه من رمضان، فطلعتها من الفريزر وقلت اعمل، وبما ان المانجا طبعا كتير الايام دي فقلت اعمل كاسات مانجا بالكنافه بالمهلبيه او بالكريمه. اول حاجه في الكبه، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم يعني كل فيديو بعد اللي قبله عايزه اكد لكم ان هي حلوه قوي قوي. يعني في حاجات انتوا بتشوفوها مثلا في الفيديوهات، لا انا بستخدمها فوق الحاجات دي مليون مره تانية في خلال اليوم. بستخدمها في كل حاجه، يعني حلوه قوي قوي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى معلقه من الزبده في طاسه سخنه، وبعدين بنحمر الكنافه علشان تبقى متحمره يعني، وايه بغلفها بكل طبقات السمنه زي ما انتوا شايفين او الزبده. عايزه اقول لكم ان انا عندي كميه كنافه، يعني عندي كتير في الفريزر كنافه متخزنه او متفرزنه من ايام شهر رمضان. مش عارفه والله، حتى انا نفسي ما كنتش فاكراها. انا بفتح درج كده من الفريزر لقيت كنافه كتير، مع العلم ان انا لما باجي اعملها جوزي يقول لي لا طعمها متغير. طب مش عارفه انا اعمل ايه يعني، مع انها ملفوفه كويس جدا. وانا اساسا الفريزر يعني الفريزر مش بيصدر روايح للاكلات لبعضها، فاهمين؟ بس يعني انا حاسه التذوق عند جوزي عاليه جدا بصراحه في الاكل، بصراحه عاليه قوي فوق ما تتخيلوا. فمش عارفه لحد دلوقتي هعمل بيها ايه، بس ما علينا. هنا بقى ايه، سبتها كده تتحمر، بسيبها شويه تحمر لان البوتاجاز بطيء، فبسيبها براحتها، بسيبها بقى براحتها تتحمر. وبعدين ايه، قطعت المانجا كده قطع صغننه، ورجعت لها تاني لقيتها اللي هو ايه خلاص دخلت في التحمير. بعدين بعمل المهلبيه او طبقه الكريمه، 4 كوبايات من اللبن، وبعدين بحط كوبايه الا ربع سكر، تمام. وبرده بزود شويه ميه قد كوبايه مثلا، بس بقلبهم بقى لحد ما بيوصلوا لدرجه الغليان. وبرجع ايه اجيب مثلا نص كوبايه لبن او ربع كوبايه لبن، بدوب فيها معلقتين 3 كبار نشا، وبعدين بنزل بيهم على اللبن المغلي، وبحط كوبايه الا ربع ونص كوبايه من الكريم شانتيه، تمام. بتدي لها طعم حلو قوي بصراحه. بس بقى بتبقى الكريمه عندك جاهزه، بتبقى اخطر مهلبيه او كريمه ممكن تعمليها. نيجي بقى الكاسات بتاعتك، بنحط مثلا طبقه من الكنافه، طبقه من المانجا، طبقه من الكريمه، بصي بترتبيها حسب ما انت عايزه. بس بصراحه كان طعمها حلو قوي والله. انا مش عارفه يعني فين طعمها متغير، انا مش عارفه. انا عايزه اقول لكم انا اكلت يمكن 4 كاسات من دول، هما كانوا 6 انا اكلت 4. لا جميله. والسكر بتاعها انا ما بحطش على الكنافه اي سكريات او اي سيرب مثلا، علشان كفايه الحلا بتاع المانجا وكفايه الحلا بتاع الكريمه علشان تبقى مظبوطه. او لو عندك حد مثلا بيفضلش السكريات فتبقى بالنسبه له كده الحاله بتاعها مظبوط قوي قوي. يعني المكون الرئيسي في الموضوع ده هي المانجا، هي اللي بتخلي الكنافه بصوا بتروح كده في حته تانية خالص، تمام. بس بقى وبتحطيها بس في التلاجة اقل حاجه مثلا ساعتين 3 لحد ما تبقى حلوه كده وتمسك في نفسها وتبرد وتبقى جميله. ان شاء الله يا بنات اشوفكم على فيديو جديد. ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي كتير قوي قوي. ادعوا لي وخلاص ماشي. تصبحوا على خير، باي باي.